خلينا نتفق إنها كانت بنت مختلفة عن البيئة اللي حواليها شويتين. طول عمرها كان عندها مشكلة في إحساسها إنها مش متشافة كفاية، مش متشافة كويس، مش متشافة أصلا. وصلتها رسائل كتير بتقول لها إحساسك غلط، تفكيرك غريب، اختياراتك منيلة. دايما كان بيتقال لها ممكن ما تتصرفيش من نفسك تاني، هو انتي ايه ملكيش كبير، ملكيش حد ترجعي له. كانت دايما بتتلام على كل مرة تفكر فيها بنفسها، تقرر بنفسها، تختار بنفسها. ولأن زي ما قلنا هي كانت شخصية مختلفة، فكان طبيعي إن قراراتها واختياراتها تكون مختلفة عن الناس اللي حواليها. يوم على يوم وسنة على سنة بقت بتخاف تصدق نفسها، وبقى عندها 1000 دليل ودليل في كل جانب بيقول لها ما تصدقيش نفسك، ما تمشيش بدماغك، ما تمشيش ورا مشاعرك، اقفلي قلبك. كلمات زي إيقاعك، مساحتك، حدسك، إحساسك، شخصيتك، ميولك، دي كلمات ما جاتش في الكتالوج بتاعها أصلا، وما وردتش في التاريخ بالنسبة لها. كبرت وبقى جواها خناقة بين 2 عايشين جواها. نسخة بتقول لها علي صوتك، اعملي اللي انت نفسك فيه، شوفي انت نفسك في ايه وحققيه. وواحدة بتقول لها وطي صوتك، اقفلي رجلك، لمي جسمك، واتكلمي كده زي الناس ما بتتكلم، واختاري زيهم، حققي النجاحات اللي هم بيحققوها، شوفي بيعملوا ايه في سنك واعملي زيهم. ولو ده ما حصلش كانت دايما بتتلام وكأنه هي اللي فيها مشكلة. وطبعا لأنها كانت عارفة إن هي مختلفة، بين قوسين يعني غريبة، فكانت بتصدق إن هي اللي فيها مشكلة، هي اللي غريبة، عشان كده مش عارفة تحقق نجاحات زي اللي حواليها بيحققوها. وصلت لمرحلة إنها بدأت تقول أنا عايزة أعرف هو أنا مين بقى في كل دول؟ هو أنا الخايفة ولا الشجاعة اللي جوايا؟ هو أنا اللي بتكبر وتظهر وتبان زي ما هي، ولا اللي المفروض تستخبى وتخاف من الظهور وعايزة تقفل وعايزة تفضل جوه مجموعة علشان خايفة من تفردها، خايفة لو ظهرت وبانت تحس بتفردها؟ تفتكروا هي اختارت ايه؟ وايه اللي حصل في رحلتها بعد كده؟ كملوا معايا علشان تعرفوا باقي الحدوتة.